اسمع كده معايا، لو قلت لك في موبايل جديد من هواوي هينسف كل المفاهيم اللي في دماغك عن الشكل والتصميم والهاتف وتصميم الهاتف، هتصدقني ولا لا؟ انا معتز ياسر من قناة موبايل برو بلس، والنهارده نتكلم عن موبايل خرافي اسمه هواوي بورا اكس. مش مجرد موبايل عادي، ده تحفة فنية بتتفتح وتتقفل كأنك ماسك تابلت في جيبك. تصميم جريء وخرافي بيشد العين من اول نظرة، ومش كده وبس، ده اول موبايل قابل للطي بالشكل ده بالشاشة الواسعة اللي هتخليك تقول واو بجد. في الفيديو ده هقول لك على كل حاجة عنه، من مميزاته لحد عيوبه وسعره. بس قبل ما نبدأ انزل ديسلايك علشان نكمل بقلب جامد، ويلا بينا على بركة الله. اول حاجه، التصميم بتاع الموبايل فعلا جامد، كانك دايما بتشوف الموبايلات القابله للطي بيبقى شكلها غريب وشاشتها صغيره. لكن البورا اكس ده قلب الترابيزه خالص. بيفتح عرضي وبيديك شاشه كبيره بقوه بنسبه 16 على 10، هتحس فعلا انك ماسك تابلت صغير في ايدك، وتقدر تقفله وتحطه في جيبك عادي جدا. والشاشه الداخليه 6.3 انش، خرافيه في المشاهده والتصفح، والاهم مفيش بقى الاشر السوداء اللي كانت بتضايق في الجوانب. واللي يجننك اكتر ان الشاشه الخارجيه كمان عمليه جدا، مربعه بحجم 3.5 انش، ترد على الرسائل، تصوير سيلفي، تلعب كمان العاب صغيره من غير ما تفتح الموبايل اصلا. نظام الهارموني عامل شغل عالي بيخلي الاستخدام سهل وسلس، ومعاها انيميشن تحفه. تعال بقى نبص على الظهر. الكاميرات هنا جايه في فريم دائري شيك، والشاشه الخارجيه جنبها الموبايل نازل بالوان مجنونه. في اللون الخاص بقضاء الجلد 3 الوان، والرمادي القمري والابيض الصفري والاسود الليلي. التفاصيل هنا معموله بحب، الخامات قويه من التيتانيوم والمفصل شكله قدر مياه، وبيخليك حاسس انك ماسك جهاز فخم. ده غير انه مقاوم للميه بمعيار الاي بي اكس 8، يعني لو وقع معاك في الميه مش هيحصل له اي حاجه. وزنه خفيف جدا، يعني 194 جرام تقريبا، وسمكه 7.2 ملي وهو مقفول، ولما تفتحه بيوصل ل 15.1 ملي. تصميم عبقري بكل معنى الكلمة. أنا شخصيا انبهرت بيه، وأنت قول لي رأيك في الكومنتات. تعال بقى ندخل على الشاشة. نوعها من أوليد قابلة للطي، وحجمها زي ما قلنا 6.3 إنش، نسبة العرض فيها 16 على 10. والشاشة التانية 3.5 إنش بنسبة 1:1، يعني مثالية للإشعارات والسيلفر. اللي عجبني بجد إن الشاشتين بيدعموا ريفريش ريت من 1 لحد 120 هرتز، وبيستخدموا بي دبليو ام بتردد 1440 هرتز، يعني العين ترتاح وانت بتصفح او تتفرج على الفيديوهات. نيجي بقى للأداء. الهاتف هنا بيشتغل بمعالج كرين 9020 مع رامات 16 جيجا، وتخزين بيوصل لواحد تيرا، نفس المعالج اللي في الميت اكس 6، وبيحقق أكتر من مليون و200 ألف نقطة على التندر. مش أقوى معالج في السوق، لكن مع النظام الهرموني هتحس بسلاسة رهيبة سواء في التصفح أو الألعاب التقيلة. والبطارية هنا 4720 ملي أمبير، تدعم شحن سريع 66 واط ولاسلكي، و40 واط لاسلكي، يعني تشحن في وقت قصير جدا. ونظام التشغيل هرمونية اي او اس 5 الجديد، جاي بتحسينات ملحوظة في السرعة والخصوصية. نخش بقى على الكاميرات. في 4 كاميرات خلفية، الرئيسية 50 ميجا بكسل، والتليفوتو 8 ميجا بكسل بتقريب بصري 3.5، وايد انج 40 ميجا بكسل، وفي كمان كاميرا معتدلة الأطياف بدقة 1.5 ميجا بكسل، وده بتستخدم الذكاء الاصطناعي وتحسين الإضاءة. كمان الكاميرا فيها مستشعر ريدمي مابل وتقنية الاكس ام جي، وبتصوير فيديوهات 4K. والكاميرا السيلفي 10.7 ميجا بكسل، متوقع تطلع صور ممتازة في كل ظروف الإضاءة. الموبايل بيدعم واي فاي 7 وبلوتوث 5.2 والان اف سي والاي ار، وكمان يو اس بي 3.1 تايب سي. وسعر النسخة العادية هتبدأ من حوالي $1000، والنسخة الخاصة بتبدأ من $1245. في النهاية خليني أقول لك بصراحة، هواوي بورا إكس مش مجرد موبايل بيتفتح ويتقفل، ده جهاز بيعيد تعريف شكل الموبايل بالكامل. لو بتدور على موبايل من المستقبل، البورا إكس هو اللي هتستناه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، واكتب لي رأيك في الكومنت. وأنا معتز من موبايل برو بلس، ويلا سلام.